The air conditioning isn't working. الجملة معناها التكييف مش شغال. التركيب هنا بسيط. احنا بنبتدي ب the air conditioning اللي هي التكييف، وبعدين بنقول isn't working يعني مش شغال. التركيبة دي مفيدة لما تكون في مشكلة في التكييف وعايز تبلغ موظف الفندق. البديل الأول هو there is something wrong with the AC. هنا بنقول there is something wrong يعني في حاجة غلط. with the AC يعني في التكييف. دي طريقة تانية للتعبير عن نفس المشكلة لكن بشكل عام أكتر. البديل التاني هو the AC is broken. هنا التركيب أبسط. the AC برضو تعني التكييف وbroken يعني معطل. بنستخدمها لما العطل يكون واضح جدا. لو عجبك اللي سمعته ولسه عايز تعرف جمل أكتر وتطور إنجليزيتك بطلاقة، تابع باقي الحلقة على قناتنا ساندويتش إنجليزي على يوتيوب. في أكتر بكتير مستنيك علشان تتعلم كل يوم حاجة جديدة.